في لخبطه في الفرقه، انت مفيش حلول عندك، مش عارف توصل. انت بدل ما كان عبد الله هو اللي بيوصلك من ورا الخطوط، هو اللي بيقدر يمسك كوره، بيطلع وينجات، انت عندك بتزيرا كحل. شيكوبانز حتى ما نزل هو لسه راجع بقاله 5 ايام، برضه مش جاهز، اكيد كل ده كان في اجازه في بلده، اتمرن في 5 ايام، فواضح ان هو مش جاهز، نزل على قد الربع ساعه وكده، ما قدمش برضه حاجه كفرق قوي. انت بالنسبه لك الحلول اللي موجوده عندك مين؟ هو عدي تحاول ان هو يخطف حاجه وخلاص، نص الملعب حتى ما فيش اللعيبه اللي بتشوط، ما فيش التكمله اللي من ورا، يعني اللهم يعني عمر جابر لما بيوصل والاوفرات، مشكله كبيره دايما تبقى الاوفرات. هو دايما احسن حاجه عنده ان هو زي الاجوان قبل كده اللي بيعملها، ان هو بيلعبها على الارض لحد جاي من ورا يحطها، لكن اوفرات عاليه يطلع عندك ناصر ولا عدي ما بنعرفش نعملها. عندك بنتايج برضو التكمله بتاعته مش قادر يظبط، باين قوي ان هو وشريف في جبهه واحده، مش عارف، مفيش كيمياء ما بينهم، مش عارفين امتى يطلع امتى ينزل. حتى الواحد كان في الاستاد باين قوي ان هم امتى يتكلموا، يستنى، لا غطيني، بيسيب بنتايج، هو ما بيرجعش. فالحاجات دي برضو بتبان قوي في الملعب. فالزمالك بادئ بدايه، خلينا نقول السنه اللي فاتت ما كانت مع يانيك فيريرا برضو مش احسن حاجه. هم كسبوا اول ماتش، كان لو انا فاكر صح يعني ان كان سيراميكا 2-0 بجون شحاته، حتى فاكرينه اللي كان جابه من نص الملعب ده. بعد كده الماتش اللي بعده كان في استاد القاهره قدام المقاولين، وفكرني ماتش الاتحاد بماتش المقاولين ده 0-0. انت ما عندكش حلول، ما فيش فرص في عقم. حتى الاتحاد يعني راح بكورتين ثلاثه، المهدي يعني كتر خيره زي ما بنقول بسنه باداء، ان هو عرف شال كورتين كانوا خطر، كانوا ممكن يخطفوا حتى الماتش منك. فلا يعني كابتن معتمد جمال عليه مجهود كبير ان هو يلحق يأهل عبد الله السعيد. انا مش عارف برضو مكان بتزيرا ده هيفضل موجود في البرازيل امتى، والتفاوض والمشكله وحكايه عايز يروح اهلي دبي وكده، هل انت في حد ممكن تأهله؟ مع ان انا كنت شايف من المعارين اللي ممكن يرجعهم يحاول يدخله في الفرقه يلعب في المكان بتاع بتزيرا محمد عاطف. يعني خلينا نشوف، السنه اللي فاتت حتى كان تألق شويه في الاعاره اللي طلع الجيش، بس انت ما رجعتهوش، فده برضو انت ما عندكش غير اللي يلعب الجزء ده شويه. ايشو بتودي عدي بيطلع بره ال 18، بشوف خطورته ان هو برضو في ال 18 اشتراكات بيستلم ويلعب اللي جاي من تحت. فكل دي حاجات فرق قوي مع الفرقه. لازم يعني الماتش الجاي البنك الاهلي يوم الاربعاء، وبنك الاهلي يعني خلينا نقول هو زي الاتحاد فرقه واقفه على رجليها وعندها حلول، بالذات ان هو كمان خسر قدام ابو قير الاسمده، ويبقى عايزين طبعا يعوضوا، فيبقوا نازلين مركزين، وفرقه عندها لعيبه مهاريه، لعيبه بتخلص. فماتش هيبقى اصعب للزمالك. عايزين برضو نسمع رايكم، انتوا شايفين التشكيل باللي موجود باللعيبه السكواد المحدود ده، ايه التشكيل الامثل ان هو يعوض بتزيرا؟ هل عبد الله السعيد هيرجع الماتش الجاي؟ مستنيينكم عشان نقدر نتكلم، نقدر نشوف ايه اللي هينفع الزمالك الماتشات الجايه.